طيب ننتقل إلى يعني افتراء آخر، وهو قول المنصر، يعني ألم يرد في تفسير هذه الآية أن يحيى سجد لعيسى، ولا يدل ذلك على ألوهية المسيح عليه السلام في الآية التي جاء فيها مصدقا بكلمة من الله، اللي هي في آل عمران الآية 39. فنقول نعم، جاء في بعض التفاسير كتفسير ابن كثير كذلك الطبري انه جاء انه كان في يعني ام يحيى كانت خالة المسيح، والتقت هي ومريم، ويعني قالت لها ان ما في بطني يسجد لمن في بطنك او لما في بطنك. فهنا قال يعني ايه من ما يدل على ان المسيح اله. فنقول في الرد على ذلك اولا ان هذه القصة مما بلغنا عن طريق أهل الكتاب، وليس ذلك في القرآن ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي ليست حجة علينا، وإنما هي مما نقل عن أهل الكتاب أو عن الإسرائيليات كما يعني يسميها البعض. هذا أولا. الأمر الثاني أن هذه مجرد رؤيا رأتها أم يحيى، مجرد رؤية شافتها، هي قالت انها رأت ان ما في بطنها يسجد لمن في بطن مريم، هذه مجرد رؤية. طيب هل هذه الرؤية يثبت بها حكما شرعيا؟ لا، لانه هذه المرأة ليست نبية عشان نقول ان رؤية يعني هذه المرأة حق. والإنسان لما يكون إنسان عادي يعني ممكن رؤية تبقى حق وممكن رؤية تكون باطل، فهذه المرأة ليست نبية، ليس بالضرورة أن رؤياها حق. فإذا رؤية هذه المرأة يعني ليست بالضرورة أنها رؤية حق. ده إذا سلمنا أنه أصلا الرواية دي صحيحة، ده بالتسليم يعني أنها تكون صحيحة. فإذا مثل هذه الرؤى لا تثبت فيها الأحكام. الأمر الثالث، إن سلمنا أن الرواية صحيحة وسلمنا أن الرؤية دي رؤية حق، هل السجود يعني العبادة دوما؟ برضو لا، السجود لا يعني العبادة دوما، وهذا ما قاله ابن كثير، قال ومعنى السجود هنا الخضوع والتعظيم كالسجود عند المواجهة للسلام، كما كان في شرع من قبلنا، وكما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم. وهذا الكلام في البداية والنهاية الجزء الثاني صفحة 65. يبقى حتى لو سلمنا انه ده سجود والرواية صحيحة، فهذا سجود التعظيم وليس سجود العبادة، كما سجدت الملائكة لآدم. وأنا أزيد كذلك كما يعني رأى يوسف عليه السلام في رؤية انه 11 كوكب والشمس والقمر ساجدين له. يوسف عليه السلام نبي ورؤياه حق. يبقى احنا بقى المفروض نقول انه برضه بالمرة، وخدوا بالكم بقى ان القصة دي او الآية دي جاءت في القرآن الكريم، مش جاءت في تفسير ولا في إسرائيليات، دي جاءت في القرآن ان يوسف رأى الشمس والقمر والكواكب ساجدة له، او 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين له. يبقى كان المفروض النصارى بقى يقولوا ده يوسف إله، ده إذا يوسف إله، ده كان المفروض يدعوا الألوهية ليوسف على طول لأنه رأى الشمس والقمر ساجدين له. وفي نهاية القصة سجد يعقوب وإخوة يوسف إلى يوسف كذلك. وأيضا كل ذلك ليس سجود عبادة وإنما سجود تعظيم. يبقى إذن ما أورده هؤلاء ليس فيه دلالة على ما أرادوا الذهاب إليه.